السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ إيه الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بيك في حلقة جديدة من قعدة رايقة. هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد، هو الاستغلال. كم مرة حصل لك موقف انك استغليت فيه او تم ممارسة الاستغلال عليك وانت كضحية مش عارف تعمل ايه؟ للأسف دلوقتي بقى اي حد عايز يستغل التاني ويضحك عليه ويستفيد منه وياخد منه اكبر استفادة ممكنة ويطلع بيه باكبر مصالح. مع ان انت لو بصيت هتلاقي ان معظم الناس ديت بيبقى اقرب الناس ليك اصلا. تلاقي سواء عمك، خالك، اخوك، كل واحد بيبقى له طريقته معينة في الاستغلال لك، وكل واحد فينا هتلاقي عنده حاجة معينة ومواقف وحاجات كتيرة بتدل على الاستغلال في حياته. فانا احكي لك عن الاستغلال في حياتي او من اللي انا شفته في حياتي كتير. فخلينا نبدأ اول حاجة بالمدرسة. موضوع الاستغلال في المدرسة ده منتشر وهتلاقيك جربته، لو حتى انت اللي كنت بتستغل الشخص اللي قدامك. خلينا مثلا اول حاجة خالص، البني ادم الشاطر والشخص اللي ما بيذاكرش، فيتفق مع بعض بقى ويستغلوا علشان ينجحوا. يقوله انا اقعد وراك بقى في اللجنة، او ظبطني في الاسئلة، او نظبط مع بعض. فانت كده كل اللي انت بتعمله اللي انت بتستغل البني ادم الشاطر علشان انت تستريح وما تذاكرش. فهي ديت اول حاجة. تاني حاجة مثلا موضوع السندوتشات. لو مثلا انت كشخص بتاخد سندوتشات فغيرك ما بياخدش، واللي بياخد بيبقوا مختلفين مع بعض في الاكل ذات نفسه. واحد معاه كفتة، لا معاه بانيه، لا جبنة، لا مش عارف ايه، وكل واحد ومقدرته. انا بتكلمش على اي حاجة كده، بس دايما كانت بتبقى عندنا واحنا كنا موجودين في الموضوع ده، ان تلاقي الشخص اللي معاه سندوتشات حلوة تلاقي كل الفصل بيجري عليه ويتصاحب معاه ويتكلم ويقول له بقى بص احنا هنعمل الغداوي. اكتر حاجة منتشرة في الابتدائي خصوصا، وساعات والله في الاعدادي والثانوي، اول ما تلاقي بقى صاحبك معاه سندوتشات حلوة او واحد معاه سندوتشات حلوة، او مثلا بياخد حتى فلوس كتيرة في المصروف او كده، تقعد بقى تستغله وتقول له بص ده انا صاحبك بقى وما فيش كلام تاني، ونقعد نعمل مع بعض غداوة وناكل مع بعض، واجيب السندوتشات بتاعتي وانت تجيب السندوتشات بتاعتك والكلام ده كله، عشان في الاخر انت عايز اللي معاه، بس عايز تجيبها مثلا بطريقة شيك او بطريقة ما تلفتش الانتباه اللي انت عايزها. عارف انت الشخص اللي بيقعد يبص في السندوتش مثلا وانت بتاكله لحد ما تقوله خد يا عم خلاص مش عايزه؟ هو في النهاية ودي شكل من اشكال الاستغلال، اللي هو عارف ان انت لو قعدت تبصله هتقوم مكسوف ومديله السندوتش. وقيس على كده بقى كمية الاستغلالات اللي حصلت في المدرسة، سواء ما بين العيال او المدرسين او حتى في لعب الكورة او في اي حاجة حصلت في المدرسة لازم يكون في نوع من الاستغلال فيها. هي بعد كده للاستغلال حتى ما بين العيلة، تلاقي مثلا عمك مستغل باباك مثلا عشان طيب او ما بيتعاملش معاه بندية، وبرضه بيقول اخويا ومش عارف ايه، ان هو يستغله ويضحك عليه ويحاول يكسب من وراه، ان هو مثلا ياخد حقه. وياما ناس، انا ليا واحد صاحبي شخصيا عمامه واكلين على ابوه فلوس ومع ذلك مش قادر يتكلم. ليه؟ لانه بيقول في النهاية هم اخواتي وربنا هيسامحهم ويحاسبهم والكلام ده ماشي، انا معاك، بس الفكرة ان انت لازم برضو تاخد حقك. ايوه اخوك على عينه وراسي ولازم تحترمه وتعمله كل حاجة، بس ما يبقاش الاخ بيظلمني وبيستغلني وبيضحك عليا وبيعمل كل حاجة وحشة وانا في الاخر ما اخدش حقي. طبيعي انا بقولكش تروح بقى تأجر ناس وتضربهم، لا، انت تقدم في المحكمة مثلا وقضايا والكلام ده، او حتى تحلوها ودي بس بالحق، مش اللي هو يضحك عليك ويقولك خد مثلا حتة الارض ديت ويبقى كده خلاص وانت حقك اصلا كل حاجة مثلا. وموقف فعلا من اكتر المواقف اللي ضايقتني وخلتنا استغرب من الموضوع ده واللي خلتنا اصلا اعمل عن الحلقة ديت، كان مثلا عمي، احنا لنا بيت تاني، بيت ابويا انا اللي بنيه وعامله تمام وزي الفل وبتاعنا،
تحس بقى ان البيت ده لأ بتاع العيلة، كل واحد بيستغلنا وعايز ياخد منه حتة ويروح يحط فيه حاجاته ويعمله، لدرجة ان عمي جه فجأة كده صحينا من النوم لقينا واحد بيخبط وبيهد الحيطة في البيت علشان عمي عايز يعمل جراج يحط فيه عربيات او اي حاجة. فيا ابني ده اصلا بيتنا، وحتى لو انت عايز تعمل حاجة زي ديت فانت مفروض تستأذننا وتقول لنا الاول، مش نصحى الصبح نلاقي الحتة بتاعت الجراج مكسورة وانت بتهد فيها وبتعملها علشان خاطر حاجات لك. يعني ما دي من ضمن الحاجات برضو اللي بقولك غريب. تلاقي مثلا الشخص عشان عارف اللي انت مثلا محترم وطيب ومش هتكلمه، فساعات حتى بيسوق فيه، يجي مثلا حد يحرجك ويقولك ايه يا عم انت مثلا عملت حاجة او كده مش هتعزمنا. طب اعزمك ليه؟ او حتى لو هعزمك فمش انت اللي هتيجي تقول لي اعزمك، انا لو هعزمك بمزاجي. فهو عارف اللي انت طيب مثلا ومحترم ومش هتكسفه وهتقول له ماشي، فتلاقيه يجي يقولك ايه خلاص يا عم ده انت مثلا مفروض تعزمنا على حاجة بقى ومش عارف ايه، وينقلك هو المطعم اغلى مطعم مثلا عشان خاطره هو. طب ليه اصلا تعمل الموضوع ده يا عم؟ انا مش عايز اعزمك يا عم، او عايز اعزمك بس كنت انا اللي هفكر في الموضوع ده واعمله من دماغي، مش مستنيك انت اللي تقول. ساعتها بقى ما تتكسفش، والله الناس ديت طالما هم بجحة انت خليك بجح زيهم. مش معنى هم يعني هم كده بيكسبوا وانت بتكسبهم في ان انت بتسمع كلامهم وبتكتر الناس اللي زيهم. تلاقيه ان هو عايز الحاجة يقعد بقى يفهم يلف حواليها ويقولك البتاعة ديت حلو، انت مثلا معاك حاجة يقولك ده البتاعة ديت سلام ده حلوة قوي ده عجباني ده انا كنت عايز اجيب واحدة ده مش عارف ايه، ما تجيبها اجربها اشوفها. يقعد يعمل كده ويحاول يضايقك ويكتر معاك في الكلام علشان يستغلك ويخليك تعمل اللي هو عايزه وخلاص. لا ساعتها بقى قوله لا وما ترضاش واكسفه، عشان بعد كده ما عادش يطلب منك حاجة زي كده. سواء انت بقى محترم او طيب او متربي ومش عايز تكسف حد، او حتى كنت بجح، لازم تاخد الخطوة دي. ما ينفعش ان كل ما واحد يجي، احنا عندنا واحد كده في العيل وناس قرايبنا برضو، تلاقي واحد كل ما يجي يكلمهم على حاجة او يقول لهم مثلا البتاعة ديت او ده مفروض يأكلنا ده او ده مفروض يجيب لنا الحاجة ديت او كده، يقولك خلاص ويقوم جايبها وسمع كلامه ويتكسف يقولك هعمل ايه، ما هو اللي كسفني في الكلام وقال مثلا مش هتجيب لي كذا. لا وانا مش مجبر ان انا اصرف عليك، انت ولا ابويا ولا امي ولا حتى اخواتي او كده، لا انت مجرد واحد قريبنا نفسك في حاجة فبتستغلني وبتضحك عليا علشان انا اجيبها لك. ولا حتى وخصوصا الموضوع ده منتشر اكتر في الجامعات، تلاقي البنت الشاطرة، تلاقي واحد مثلا عايز يتصاحب على بنت او كده او عايز ينجح، يقوم رايح لها يقعد بقى يضحك عليها ويقول لها ده انا بحبك وكلام مش عارف ايه، ويستغلها علشان تنجحه في الامتحانات، او حتى الولد هو اللي شاطر والبنت. يعني دي ما فيهاش اي تفرقة عنصرية ولا فيها راجل وست ولا فيها اي حاجة، الراجل والبنت الاتنين بيستغلوا الولاد الشاطرين وبيستغلوا الناس المشهورة. تلاقي مثلا ولد او بنت مشهورين فانت عايز تروح تكلمهم وتصاحب عليهم، بيكلموا الناس المحترمة ساعات الناس الحلوة، فكل واحد بيبقى عنده تفكير معين عايزه فتلاقيه بيدور عليه. تلاقيه مثلا البنت ديت لا ده انا اروح اكلمها بقى علشان هي حلوة ومش عارف ايه، واقول ده انا بكلمها او مشهورة. فعلشان كده كنا بنقول ان بلاش حب ولا ارتباط ولا حتى صحوبية في ايام الجامعة والدراسة والكلام ده. ليه؟ لان اغلبهم بيبقى يا اما عشان يستغل سواء مال او حتى يعني البنت مثلا ممكن تصاحب ولد لمجرد ان هو معاه فلوس وبيصرف، فيقعد يصرف عليها وهو راجل محترم حبيبها مثلا، فيقعد يصرف عليها وهي عايزة الموضوع ده. او البنت هي اللي معاها الفلوس والولد ياما برضو كان فيه ولاد
عايزين البنت هو اللي يصرف عليهم ويقعد يضحك عليهم بقى، يقول لهم اصل مش عارف ما اشتغلتش اليومين دول، اصل مزنوق مش عارف في ايه، ويقعد يسحب منها فلوس مرة ورا مرة ورا مرة، او حتى الولد، عشان في الاخر يضحكوا عليه وياخدوا الفلوس منه وبعد شوية يسيبوه. فانت ليه اصلا تتحط في الموقف ده، اللي انت بعد ما حبيت الشخص ده وتعلقت بيه، او حتى كانوا صحوبية عادية، بس في الاخر تكتشف ان هو كان بيستغلك ويضحك عليك علشان سبب معين في دماغه، من فلوس يصرف عليها، عايز يكلم اي حد وخلاص، لشهرة، لأي حاجة. فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه ونقولك بلاش احسن. عندك كمان مثلا البياعين، تلاقي البياع بتاع الخضار ولا الفاكهة ولا الكلام ده بيستغلك ويقعد يضحك عليك، سواء اللي هو عارف ان انت مثلا ما تعرفش الاسعار، او بتسأل على الحاجة وانت ما انتش عارفها فيديك الحاجة بايظة، او حتى من حكاية ان كل حاجة بتغلى وكل حاجة ما عادتش تنفع، وتلاقي مثلا هو جايبها ب5 ويقوم بايعها ب10، يقولك اصل الدنيا غليت، او ما عادش فيها في السوق. فهو بيستعمل معاك اسلوب العرض والطلب، اللي هو عارف ان الحاجة ديت انت مثلا محتاجها او عايزها، فيبدأ بقى يضحك عليك او يستغلك، او يقعد بقى يوديك من هنا لهنا. وحصلت كتير، تروح مثلا تشتري حاجة يقعد يقولك ده مفيش غيرها في السوق، ده ما عادش موجود، ما عادتش بتنزل، ده عدد مثلا لو هي ب10 يقولك ده هي اصلا ب30 ولا ب20 ولا ب15، وانا عشان خاطرك هديها لك بسعر اقل. فاللي هو انت هتشتغلني؟ انت اصلا ولا تعرفني ولا عمرك هتعمل لي اي حاجة. انت لو الحاجة ديت ما انتش عارف ان انت كسبان فيها الضعف، ما كانش زمانك بعتها لي. زي برضو كنت راح اشتري حاجة، فبسأل الراجل بكام، قال لي ب70، بس حظه اللي انا كنت سأل واحد صاحبي، فقلت له لا ده صاحبي واخدها ب50، فقال لي خلاص ماشي. فانت متخيل ان هو كان عنده استعداد يبيعها اصلا ب50 واداها لصاحبي ب50، وانا عشان مثلا ممكن اكون معرفش او رحت كده على عماية وقلت له بكام فقال لي ب70، يعني هو لو كنت وافقت كان زمان خلاص 70 خير وبركة. انما علشان انا عارف وسألت قبل كده فقلت له لا 50 بس، قال لي خلاص ماشي. طب انت عارف ان هي ب50، ولو ما كانش كسبان في ال50 ديت مستحيل كان هيبيعها لك، لانه هو مش صاحبك ولا قريبك ولا اي حاجة علشان يديها لك بسعر حتى الجملة، مش هقول لك بيخسر فيها، لا هو لو هيديها لك بالضعف، او هيكسب فيها مبلغ كبير برضه. او مثلا تبقى محتاج حاجة ضروري، وليكن مثلا سكر ولا زيت ولا يعني فاهم اي حاجة مهمة، تلاقيك انت محتاجها، فتروح للراجل يقعد بقى يضحك عليك ويدخلك في حوارات برضه، عشان عارف ان انت مزنوق في الحاجة ديت ولازم عايزها. لو مثلا عايز تخلص حاجة في بيتك، سباكة مثلا، نجار، اي حاجة، فيبدأ الصنايعي يضحك عليك ويستغلك ويقعد يقولك ده انا بعملها اللي ب5000 مثلا، بس عشان خاطرك كده اعملها لك مثلا ب3 بس. فانت ده وفر لي 2000 جنيه، مع ان لا، هي مثلا ممكن تكون سعرها اصلا 2000، واخد ال1000 ده زيادة علشان انت ما انتش عارف. لو رحت مثلا اشتريت اي حاجة، تلاقي ان هو بيضحك عليك، وخصوصا برضو الصناعية يروحوا يتفقوا مع الراجل بتاع اللي انت تشتري منه، ويقعد يقول له انت هتكتب له مثلا الحاجة ب10 وهي اصلا مثلا ب8، وال2 جنيه دول مع كل حاجة هو انت بتشتريها، يقوم مزود عليك الفلوس ديت عشان في الاخر يطلع له هو المبلغ ده، لانك ما انتش عارف. وقيس على كده كمية الناس اللي بتعدي في حياتك، من بياعين لصنايعية، وخصوصا الصنايعية دول في الاستغلال معلمين. تبقى مثلا وليكن عايز تخلص الشغلانة ديت في يومين، هو بقى مش ينجز في نفسه او يشتغل كويس او اي حاجة، لا تلاقيه عمال يتلكع ويعمل مش عارف ايه، ولازم الشاي كل 5 دقايق، عشان في الاخر يأخر عليك الشغل وتديله فلوس اكتر، او بيبقى مثلا كوباية شاي او اي حاجة يقضي بها الايام بتاعته. كل دول كون بقى. ونيجي للبص الكبير، اكتر واحد في الاستغلال في العالم، الا وهم السواقين. في بعض السواقين سواء اوبر بقى او ميكروباص او تاكسي او اي حاجة، تلاقيهم فعلا محترمين وطيبين وبيتعاملوا بما يرضي الله وتمام،
لا تلاقي في ناس تانية، يعني لو هقولك ان انت لو جنيه كانوا خدوك وقطعوك مش هتصدقني. يعني حصل مثلا موقف اللي انا كنت رايح القاهرة، فهناك الراجل بتاع التاكسي قعد بقى يحسب ويقول لي ده انت المفروض تركب مش عارف ايه وايه وايه، دخلي في حساب اللي انت لو ركبت كل المواصلة وصل لي الحساب تقريبا ل80 جنيه. فكان مستعد اللي انا ادفع له 80 جنيه ويضحك عليا وياخد فلوسي لمجرد اللي انا معرفش الحساب كام او اروح المكان ده ازاي او كده. بس الحمد لله يعني قلت له لا، وبعد كده اكتشفت ان هو مزود عليا الضعف. يعني انا لو ركبت حتى المواصلات العادية اللي من هنا لهنا هتلاقي سعرها ارخص من لو ركبت تاكسي لوحده. نيجي مثلا لحاجة تانية، اللي انا رحت مثلا الموقف، المفروض اللي انت من موقف لموقف في عربيات بتركب فيها، تلاقي يقولك لا بقى لان المواصلات ديت بتلاقيها سعرها ارخص من مواصلة تانية ابعد من الموقف التاني حرفيا 5 متر. يعني فاهم، انت ممكن اصلا تمشيها على رجلك 5 دقايق وتخلصها. فهو يقولك ليه انا اروح المشوار الاولاني بالسعر كذا، مع ان ممكن اقول لهم السعر المكان التاني بالسعر الاعلى، وكده كده هو عارف ان احنا هننزل الموقف الاولاني، فاللي هينزل بقى في الاول ينزل، ولو فضل حد في العربية يوديه ال5 دقايق دول حرفيا 5 متر 3 متر حاجة زي كده في 5 دقايق، ويكون هو كسب المبلغ الكبير ده في جيبه. ليه؟ عشان هو عارف اللي انت مضطر في مواصلات، انت اصلا نازل مثلا بالظبط او نازل في ميعاد معين ومتأخر ولا عندك امتحان ولا اي حاجة، فمجبر عليه مستعد مثلا تديله اي حاجة بس يطلع بيك عشان توصل. فللأسف دول بيستغلوا اللي انت مضطر للحاجة ومستعجل وعايز توصل، في ان هم يزودوا عليك مثلا الأجرة، يوديك لمكان تاني يعمل مش عارف ايه. عارف انت الناس اللي تيجي مثلا تقول له عايز اوصل للمكان الفلاني، معايا واركب، وبعد ما تركب تمشي مثلا شوية يقولك انزل بقى هنا اركب العربية دي، وتركب العربية دي تنزل في مكان تاني. كل ده عشان هو عايز يستغلك وتركب معاه وتدفع له الأجرة. طب ما يا عم قول لي المكان الفلاني وخلاص، ليه لازم اركب معاك وتستغلني؟ هي دي المشكلة. وحرفيا اشهر حاجة بيعملوها السواقين اللي هو مثلا يبقى فيه طريق وليكن 10 دقايق طريق كامل، فهو يقولك انا ليه اروح الطريق ده بنفس السعر، مع اني ممكن اروح لنصه وبعد كده احمل من نصه للاخر بالسعر التاني، اللي هو مثلا من النقطة ألف للنقطة باء وليكن ديت ب2 جنيه، بعد كده ياخد من باء لجيم 2 جنيه كمان، فده 4 جنيه، مع ان في مواصلة اصلا من ألف لجيم على طول بال2 جنيه. فهو يقولك ليه انا اوصلك للمشوار على طول بنفس السعر، يعني ممكن اقسمهم على 2 واخد كده السعر ضعف. وللأسف الناس ديت ما بيبقاش عليها رقابة كافية او حاجة تمنعهم، لا انت بتلاقيهم بيعملوا نفس الموضوع كل شوية ومحدش يقدر يتكلم. حتى لو انت كسبون تيجي تتكلم معاهم يقولك والله هو ده اللي عندنا. طب ما انت هتعمل ايه؟ مش هتوصل بقى، يا اما تفضل مستني لواحد اخلاق وعنده مبادئ مثلا او احترام او كده ويوديك الطريق على طول، يا اما تستغني بقى عن الفلوس. مع ان المشكلة مش في الفلوس ذات نفسها، والله انت في ناس كتيرة اصلا هتلاقي يقولك يا عم عادي، يعني حتى لو هتاخد ضعف مفيش مشكلة بس ما تستغلنيش. يقولكش مثلا، يعني حصلت حتى في الموقف عندنا تلاقي ان انت عشان ترجع بلدك العربيات ما بتبقاش موجودة، فهو يعمل ايه؟ يقوم جايب اي عربية بتروح في اي حتة يقولك والله الطريق ده مش طريقي ومش تبعي ومش عارف ايه، فبس انا هوديك بس هاخد الضعف، لو هي مثلا ب5 انا هاخد 10. طب ليه؟ حتى لو انت مش طريقك انا مالي. فانت بتحس ساعتها بالاستغلال وان الراجل بيستغلك ويضحك عليك، فساعتها بتتضايق. انما لو انت عارف اصلا ان المواصلة دي مثلا ب10 خلاص تمام مفيش مشكلة. ليه؟ لان ديت سعرها الاساسي. يعني هتلاقيها حتى في البراندات الكبيرة يقولك مثلا تاون تيم او فتح الله ماركت او في حاجات كتيرة
يقولك والله هي سعرها كذا. خلاص تمام ماشي، ليه؟ عشان انا عارف ان اولا مفيش فصال، مفيش حد يضحك عليا، هو ده سعرها اللي نازل بيه. انما ملاقيش مثلا ان هو مستغل اللي انا عايز الحاجة ديت يزود عليا السعر، او اللي انا اروح اشتري تيشيرت يبيعهولي ب100 جنيه ويبيعه لغيري ب50. فانا كده لو عرفت انا اللي هتضايق واحس ان انا تم الاستغلال اللي عليا، والناس اتضحك عليا ومعدش هشتري من هنا تاني. تيجي بقى للناس اللي بتستغلك وتقعد تطلب منك طلبات، اللي انت مثلا تبقى عارف اللي انت قاعد مثلا بتعمل حاجة، يقوم طالب منك الطلب عشان هو مثلا مكسل او مش عايز يعمله، او بيستغلك عشان انت محترم وطيب ومش هتتكلم معاه. او نفس الموضوع بتاع الراجل اللي بيحرجك بالاكل والشرب وانت بتضطر تسمع كلامه عشان ما تكسفوش او ما تكسفش في نفسك. انما دول عايزين برضو يقعدوا يطلبوا منك طلبات ويستغلوك ويضحكوا عليك لحد ما تبقى مش قادر حرفيا. مع المشكلة بقى اللي انت لو جيت في مرة قلت لهم لا، او انا مش قادر او تعبان او مش هعمل لكم حاجة، يقعد بقى يتكلم عليك ويقول لك والله ما انت وحش وما كنتش زي الاول واتغيرت. المشكلة الاكبر ان هم لازم يقولوا لك ان انت عمرك ما عملت لنا حاجة قبل كده، او تقعد يطلبوا منك طلبات وروح حط الموضوع ده وخلص ديت واشتغل معايا ويهلكوك حرفيا. تبقى شغال بايديك واسنانك وبتعمل كل حاجة، واول ما تيجي تقول لهم لا انت عمرك ما عملت لنا حاجة، انت دايما كده، انت اتغيرت وما انت زي الاول، انت بقيت وحش، انت مش عارف ايه، ويقعدوا يطلعوا عليك بقى كلام. طب ليه يا عم انت مش متوقع فيها كده ليه؟ انت عمال تستغلني وتضحك عليا وتعمل، وفي الاخر مش عايزني اتكلم ولا دافع عن نفسي. المهم في الموضوع ده كله اللي انت في الاخر مضطر في حاجات معينة مضطر تسمع الكلام فيها. يعني مثلا مامتك او باباك لما يجوا يطلبوا منك الطلب اكيد يعني مش بيطلبوه استغلالا لك، لا هما فعلا بيبقوا عايزين يعملوا حاجة. معلش برضه حتى لو استغلال يا عم، دي في النهاية ابوك وامك. انما معلش مين الشخص اللي موجود في الشارع او واحد قريبي من بعيد يقعد يستغلني ويطلب مني طلبات ويتعبني ويضيع عليا وقت ومجهود، وممكن يضيع عليك فلوس. اللي هو مثلا يطلب منك طلب في مشوار معين، انت تروح تدفع الفلوس من معاك وهو في الاخر ما يطلبش، ما يقولكش يعني انت دفعت كام، ولا يديها لك ولا تعمل اي حاجة. وحتى لو اداك انت مثلا ممكن تقوله لا خلاص كده مش عايز حاجة او خليها علينا او كده، ويقوم موافق ومكمل حياته عادي، وانت اللي في الاخر تكون اتضحك عليك. وخصوصا لو هو اصلا عارف اللي انت بترضاش تاخد الفلوس من حد. احنا عندنا واحد كده هو ما بياخدش فلوس من حد، يعني انت لو طلبت منه مثلا طلب او عوزت حاجة هو مش هياخد منك فلوس، لدرجة ان الناس بقت بتطلبه في الطلبات مخصوص عشان عارف ان هو مش هياخد فلوس ولا هيتكلم فيه. يعني مثلا في رمضان تلاقي ان كل ما يجيب كنافة عادية يقوم جايب طبق كمان لواحد، فالشخص ده ولا حتى يقول له شكرا ولا يقول له بكام ولا يعزم عليه بالفلوس ولا اي حاجة. ليه؟ اتعود ان انا مش هطلب حتى، وهو كل رمضان هيجيب لي وخلاص. ومش هقدر اقولك ان هو مثلا فقير او ما معهوش او محتاج عشان ما يدفعش، لا هو بيستغل ان احنا طيبين وغلابة او مش عايزين نطلب منه او محترمين او كده، في ان هو يقعد يطلب بقى وعارف ان كده كام محدش هيكلمه ولا يطلب منه حاجة. في النهاية هي مساعدة لوجه الله. في ناس معينة لو انت مثلا قابلت حد في الشارع طلب منك مساعدة، وخصوصا مثلا الشحاتين، ما الشحاتين دول برضو من ضمن الناس اللي بيستغلوك ويضحكوا عليك علشان ياخدوا منك حاجة لله، مع ان انت عارف ومتأكد ان هما مش شحاتين ولا محتاجين خالص، بس هما بيعملوا كده عشان يستغلوك برضو وياخدوا منك فلوس. زي كل حاجة في البلد تحس ان كل الناس او كل واحد بيشوفك انت محتاج ايه او عايز ايه ويستغلك ويطلع منك مصلحة على مزاجه وخلاص. فانت بقى دورك مش اللي انت تقعد تعترض وتقول لهم لا وانا ما عدتش اعمل حاجة، لا، لان في النهاية المساعدة لله، بس مين اللي تساعده بجد ومين اللي تسيبه. فلازم انت اللي تحط الموضوع ده في دماغك وتاخد بالك مين اللي بتتعامل معاه. هل الشخص ده فعلا محتاج المساعدة، او لو انا عملت له الحاجة ديت هيقدر وتبقى حلوة، ولا مجرد اللي انا هعملها له وهو بيستغلني وخلاص.
دي حاجة انت اللي تقررها وانت اللي تاخد بالك منها، لان في النهاية زي ما بيقولوا حرص ولا تخون. انت ما ينفعش تقول لا على كل حاجة او تخون الشخص او ترفض له حاجة، سواء بقى لان ده قريبك او انت مكسوف او اي حاجة، او علشان ده حاجة لله. انما انت دورك اللي انت تاخد بالك منهم كويس، وتاخد بالك من حياتك والناس اللي بتطلب منك. اولا ابوك ومامتك واخواتك، وساعات والله الاخوات برضو بيضحكوا على اللي زيهم ويقعدوا يستغلوهم، سواء في طلبات، سواء في ميراث، سواء في اكل او شرب او اي حاجة. تلاقي الاخوات مع بعض بيستغلوا بعض ويضحكوا على بعض. فانت حتى اهو تقدر تقول اخويا، بس ما ينفعش يزيد عن حده. انما بعد كده وغير دول لازم تاخد بالك كويس، حتى لو كان خالك، خالتك، عمتك، عمك، تاخد بالك هما بيتعاملوا معاك باستغلال او بيعملوا معاك ايه، عشان لو كان كده لازم تمنحهم، لازم تقول لا. ما ينفعش اللي انت تفضل سايب كده نفسك وخلاص، لا، خد بالك مين اللي بيستغلك ومين اللي خايف عليك وبيقدرك، وابدأ بقى اتعامل معاهم بالاسلوب ده. انت بتستغلني، طيب يا اما هستغلك زي ما انت بتستغلني برضو واضحك عليك وكده. ودي الصراحة حاجة محبذهاش، لان انت كده برضو بتضحك عليه. انما الحاجة الصح ان انت تقوله لا. واحد والله انت عارف ان هو مستغل وبيضحك عليك وطلب منك حاجة، قوله لا شكرا، انا تعبان مش قادر انا اعمل اي حاجة. هيحصل مشاكل، هيزعل، يتفلق ليه؟ لانه هو كده اصلا بيستغلني، مش مستفيد منه بحاجة. انما لما مثلا مامتك تطلب منك طلب وتزعلها، لا معلش انت مستفيد ومستفيد قوي، ودي في النهاية امك. انما واحد مثلا ابن عم ابوك طلب منك طلب وانت عارف ان هو بيستغلك وبيضحك عليك عشان تعمله الحاجة ديت وانت مرضتش، خلاص يا عم ما تزعل، ايه المشكلة يعني؟ كده انت ولا بتصرف عليا ولا بتساعدني ولا حتى بشوفك الا كل عيد مرة، ويمكن مشوفكش اصلا. زي برضه ساعات في الازواج او في الجواز او حتى في الناس اللي بتحب بعض، بيبقوا بيستغلوا الطرف التاني، سواء مثلا ان انت محتاج للحب، محتاج ان حد يحسسك بالامان، محتاج لحد يصرف عليك، اي مشاعر بتحسها وبتبقى محتاجها وعايز الشخص التاني فيه، فبتبدأ تدور عليه. ده برضو نوع من انواع الاستغلال. يعني انا جيت فكرت دلوقتي لو رحت مثلا حبيت واحدة او كلمتها، هيبقى عشان ايه؟ عشان مثلا عشان انا عايز اكلم بنات، علشان انا محتاج حد احسس معاه بالامان، علشان محتاج حد اتكلم معاه. في النهاية كل ده صورة من صور الاستغلال، اللي انت عايز الحد ده عشان حاجة معينة، مش علشان هو كشخص انت بتحبه. هو انت ليه مثلا بيبقى في شخص صاحبك وحبيبك وبتعمل معاه كل حاجة وبتتكلموا مع بعض وبتعملوا كل كده؟ لان انت حبيت الشخص ده، حبه لمجرد ان هو واحد، مش مستني منه مثلا حاجة. يعني انت صاحبك ده ممكن تلاقيه اصلا في عيوب كتيرة، سواء بخيل، ما بيحبش يخرج يا عم، بيعمل حاجات وحشة، اي عيب فيه انت هتلاقيك متقبله ومستعد ان انت تتماشى معاه وتصلح فيه، حتى لان انت عايز الشخص ده، مستعد تعمل اي حاجة علشان انت بتحبه وعايزه. انما مبقاش واحد بدور معاه مثلا على الامان، اول ما تلاقي الامان ضاع لا خلاص مش عايزاك. واحد على الفلوس، اول ما الفلوس تضيع تقوم سايباه او الراجل سايبها. واحد مثلا بيدور على الاهتمام، فتلاقي كل ما هي بتهتم بيه او هو بيهتم بيها، ده حبيبي وتمام وزي الفل. اول ما ينشغل او يبعد عنها شوية او يتلبخ في حاجة، بس انت ما كنتش بتحبني، انت ما كنتش بتفكر فيا، خلاص احنا لازم نسيب بعض ونعمل مش عارف ايه. ودي من اسباب والعيوب الحب والارتباط والكلام ده بدون دراية ووعي. وفي النهاية لازم تاخد بالك من نفسك وتاخد بالك من تصرفاتك وتتعامل مع كل شخص على الأساس اللي هو بيستحقه أو اللي هو بيتعامل بيه. وفي النهاية أنا بشكرك جدا إنك كملت الحلقة للآخر، وآسف جدا لو صوتي متغير أو في أي حاجة، لأن فعلا تعبان جدا. وبس كده، أحلى مسا.